هو أن نصف الرمال تستعمل خارج القانون. التقرير هو تقرير صادم وخطير لأن فيه معطيات يمكنكم ترجعوا له وكيل في الموقع الرسمي ديال المجلس. السلام عليكم. نصف رمال المغاربة مسروقة أو تستعمل خارج القانون. المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أصدر تقريرا اللي عطاه الوزير ديال التجهيز حول المياه وحول المياه والرمال. الرمال أن يقول هذا التقرير، طبعا نحن كنعرفوا أن المجلس الاقتصادي الاجتماعي والبيئي هو مؤسسة دستورية ضمن المؤسسات العشر ديال الحكمة اللي جا بها الدستور ديال 2011. هذا التقرير هو تقرير صادم وخطير لأن فيه معطيات يمكنكم ترجعوا له وكيل في الموقع الرسمي ديال المجلس. من بين هذه المعطيات اللي قلت هو أن نصف الرمال تستعمل خارج القانون، بمعنى أن هذه الرمال حنا كنضيعوا فيها كمغاربة ولا الدولة كتضيع فيها. هذا من جهة. من جهة أخرى هو قال أن هناك مجموعة من الاختلالات وهضر على مجموعة ديال المشاكل اللي كتخلق من بعد استعمال الرمال. هضر على أن مثلا تؤثر على الساكنة المجاورة لهذه المقالع اللي كتشتغل في السياحة ولا في الفلاحة. هضر على أن العقار كينخفض القيمه ديالو. هضر على ان الرمال المقالع ملي كتسالي منها الخدمه، ملي كيسالي منها القلاع ما كتكونش اعاده تهيئه، كتحول للمطارح ديال الازبال. وهادشي كنشوفوه ممكن كنشوفوه. اذا هو دار واحد الارقام وهي ارقام صادمه جدا، خصكم ترجعوا لها. فيها الثقه في المؤسسات، فيها مجموعه من الامور اللي اصدرها التقرير. شنو هاد اللي جا في هذا التقرير اللي خصنا حنا نعرفوا؟ ان هذه دوله عندها مؤسسات. اذا هاد مؤسسات الحكمه ملي كدير شي تقرير بحال المجلس الاعلى للحسابات ولا مجلس المنافسه ولا غيرها، ملي كديروا اذا كدير لنا توصيات. هذيك التوصيات الحكومه خصها تتفاعل معها، ولا القطاع الوزاري المعني خصو يتفاعل معها. ملي هو مثلا اليوم كنهضروا على الرمال، اذا خصنا نشوفوا واش عندنا مشكل في القانون. طبعا هو قالها في التقرير. واش عندنا مشكل في المراقبه في الموارد البشريه، نوظفوا. عندنا في الاليات ما كنفعلوهاش، نفعلوها لان هذه دوله. هادشي في المغرب حنا داخلين على تحديات كبيره، وهادو راه فلوس ديال الدوله، بمعنى هادو راه موارد جديده غادا تزال الدوله. اذا خصنا نتفاعلوا مع هذا التقرير، واللي هو داز بواحد الطريقه ما دارش ضجه، لان هادشي ماشي كنهضروا حنا على الاستغلال، لانه فيه شق كيهضر على الموارد المائيه والمياه والازمه اللي كيعرف المغرب اليوم. وحنا راه كنهضروا على تحليه المياه وكذا، ولكن كاينين الناس كيستافدوا خارج القانون. اما ما كاينش المساطر القانونيه معقده او شيء من هذا القبيل، ولكن يجب نوقفوا ونعرفوا فين كاين المشكل، ونعرفوا الجهه اللي كتستافد والجهه اللي ما كتستافدش، لان هذا يهدد مستقبل الاجيال القادمه. اللي قالها التقرير ديال المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي هو مؤسسه دستوريه. لان كنقول مؤسسه دستوريه بمعنى هذه مؤسسه رسميه ديال الدوله، بمعنى الدوله الى صح التعبير الدوله تعترف بان كاين مشكل على مستوى استغلال الرمال والموارد الطبيعيه حتى المياه. حنا عندنا ازمه. اذا خصنا نوقفوا ندقوا ناقوس الخطر ونوقفوا ونعرفوا شكون اللي كيستافد، شكون اللي كيستافد وعلاش كيستافد وفين كاين المشكل. ثانيا لان الوزير خصو يجي يتفاعل، خصو يجي والبرلمانيين يعيطوا له ويتسائلوا معاه ونناقشوا هذا التقرير، لانه كيستحق يتناقش. كما قلت لكم هو يهدد مستقبل الاجيال المقبله. اذا هذا التقرير يجب ان لا يمر مرور الكرام، لأنه مستقبل أبنائنا. ثانيا يجب على الدولة يجب على القطاع المعني وعلى الحكومة والبرلمان وكل الأجهزة اللي مكلفة بالمراقبة أن تتفاعل معه بشكل إيجابي، وأنه ما يبقاش كباقي التقارير اللي كترسم صورة قاتمة على مجموعة من القطاعات لا يتم التفاعل معها. على أمل اللقاء بكم في حلقة جديدة، موضوع جديد. شكرا لكم.